الأعزاء، مساء الخير وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من 5 سياحة. ستشهد الحركة السياحية المصرية مع بداية هذا العام 1990 نشاطا سياحيا كبيرا ونجاحات لم تتحقق في عام 1989. وأول هذه النجاحات تفضل الرئيس محمد حسني مبارك برئاسة اجتماع المجلس الأعلى للسياحة لأول مرة خلال شهر يناير، وتوقعات الأستاذ فؤاد سلطان وزير السياحة والطيران المدني بزيادة عدد سكان مصر هذا العام إلى 3 مليون سائح. وأسرة البرنامج تتمنى نجاحا للحركة السياحية في مصر يواكب لا يمكن منافستها بأي حال من الأحوال. ومن أخبار السياحة المصرية في سنة 1990 أيضا البدء في إجراءات الاستعداد لمؤتمر منظمة الأسطى العالمية المقرر انعقاده في مصر في سنة 1991. وتتمنى أسرة 5 سياحة أن يشهد عام 1990 تدفقات سياحية وإيرادات سياحية أكبر، وأن تصبح السياحة الكنز المصري الذي يكتشف في سنة 1990. ندعوكم الآن مشاهدينا الأعزاء لمشاهدة هذه الحلقة الجديدة من 5 سياحة. في الملحق الأسبوعي الذي تصدره جريدة الأهرام كل يوم خميس تحت عنوان دنيا السياحة والسفر وتحت إشراف الكاتب السياحي الكبير محمود كامل، أعلن الدكتور فريد القاضي المستشار الفني لصندوق التنشيط السياحي أن السياحة أصبحت تمثل أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع الإنساني لما تحققه من آثار مباشرة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول وعلى علاقاتها الدولية، بالإضافة إلى تأكيد حق الإنسان في الاستمتاع بوقت الفراغ وحريته في السفر في مقابل حقه في العمل لارتباط ذلك إيجابيا بقضية الإنتاج والتنمية. ويضيف الدكتور فريد القاضي أن مقارنة وقت الفراغ الذي كان متاحا في نهاية القرن ال19 في المجتمعات الصناعية بما فيه الآن ونحن على مشارف القرن ال21 تشير إلى أن الأجازة المدفوعة الأجر زادت بنسبة 100%، وأن الفترة الزمنية التي يحياها الفرد بعد الإحالة للتقاعد زادت بنسبة 300%.